فتح رباطي وكيخرج كما نتابع في الصورة حمزة منديل، شيء إيجابي. الجماهيري الآن يلتحق بالجواد اليمين خط دفاع المنتخب الوطني. إذا الكرة في الجهة اليمنى مشات فاشية مشات في وسط الميدان الأمامية للمدافعين ديال المنتخب بوركينا فاسو. يحاولوا ما يمكن الآن أنه يوجدوا الحلول في اتجاه مرمى الحارس منير المحمدي، لكن قلت بأنه نقطة قوة المنتخب الوطني تكمن بشكل كبير في خط الوسط في المباراة، يعني استخلاص الكرة افتكاكها يتم بواحد الشكل سريع والتحول من دور دفاعي بالتنشيط. بالنسبة للنتيجة تكون مهمة وكذلك حتى تحسين ترتيب المنتخب الوطني. الكرة في الوسط الميدان مشات بفائدة بفائدة منتخب بوركينا فاسو. رجعت للحارس دياكيتي كالعادة إلى جانبه ياغو ستيف كيفضل تمرير الكرة أمامية في العمق في وسط. بالنسبة للنتيجة تكون مهمة وكذلك حتى تحسين ترتيب المنتخب الوطني. الكرة في الوسط الميدان مشات بفائدة منتخب بوركينا فاسو. رجعت للحارس دياكيتي كالعادة إلى جانبه ياغو ستيف كيفضل تمرير الكرة أمامية في العمق في وسط.